الحلقة دي مميزة شوية بالنسبة لي لأني هتكلم عن حاجة شخصية شوية. أنا خلود كمال، ارت دايركتور، بقالي أكتر من 13 سنة في مجال الديزاين، وسعيدة جدا إني أخيرا قدرت أحقق حلم قديم قوي، وهو إني أألف كتاب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بريف مفتوح. حكايتي مع الكتابة ما بدأتش فجأة، بالعكس، يمكن تكون بدأت من إحساس بسيط، هو إن في حاجة ناقصة. زمان وانا بدرس الفن والتصميم، وبعدها لما اشتغلت في الكرياتيف اندستري، كنت دايما بفهم او بحاول اني افهم موضوع البراندنج بشكل اعمق. لكن المشكلة ان اغلب الريسورسز او المصادر كانت من كتب اما اجنبية معقدة جدا في اللغة، او مترجمة، والترجمة بتاعتها كانت تقيلة شوية، يخلي الموضوع يعني مش سهل قوي ولا سلس في الفهم. وده خلاني أسأل نفسي سؤال مهم قوي: هو ليه في قصور في الكتب العربية المكتوبة بالعربي، يعني مش المترجمة، آه، تكون مكتوبة بإيد شخص عربي يشرح الكلام ده بشكل واضح وقريب لينا كلنا كمصممين عرب؟ ومن هنا بدأت فكرة كتابي. الفكرة ما كانتش إني أكتب كتاب وخلاص أبقى ألفت كتاب وفي كفر مكتوب عليه اسمي وأبقى فرحانة بيه، يعني قد ما كانت إني كان نفسي أعمل حاجة أنا نفسي كنت محتاجاها في وقت ما. وده أنا قلته حرفيا في مقدمة الكتاب، يعني إن الهدف كان تبسيط المفاهيم وربطها بالواقع، الواقع العربي والمحلي بتاعنا. الكتاب اسمه تأثير العلامة، وببساطة هو كتاب عن العلامة التجارية وتأثيرها على الجمهور، فهو كتاب براندنج بالعربي، بس مش بالشكل التقليدي اللي كله نظريات وكلام جامد. أول حاجة الكتاب بيعملها إنه بيصحح مفاهيم ناس كتير بتتلخبط فيها، زي مثلا الفرق بين اللوجو أو الشعار، وبين الهوية البصرية أو البراندنج ايدنتيتي، وبين العلامة التجارية أصلا. والكتاب بيوضح إن اللوجو مش هو البراند، وإنه جزء صغير جدا منه، وإن براند في الحقيقة هو الانطباع اللي بيتكون في دماغ الجمهور أو الناس بشكل عام عنك. بعد كده الكتاب بقى بيبدأ يدخل بشكل أعمق شوية في الموضوع بتاع البراندنج، وبيتكلم عن ازاي تبني براند بشكل استراتيجي، يعني ايه بوزيشننج، ازاي تستخدم الايموشن او العاطفة في البراند بتاعك لصالحك، وازاي تعمل ريبراندنج او ليه اصلا تعمله لو انت محتاجه. وده واضح في محتوى الكتاب نفسه، اللي فيه تشابترز عن الاستراتيجية والبوزيشننج والأخطاء الشائعة. كمان من الحاجات اللي أنا مهتمة بيها قوي في الكتاب كانت انه مش نظري بس، يعني الكتاب فيه امثله حقيقيه ودراسات حاله وتمارين كده بسيطه ممكن تعملها لنفسك. حتى الامثله والدراسات دي او الكيس ستاديز كانت لبراندز عربيه ومصريه طبعا، بحكم ان انا مصريه مش اكتر. فانت تقدر ان انت تريليت ليها، يعني هتشوف امثله الاعلانات وبراندات انت عشت معاها وعدت عليك بالفعل، فهتبقى فاهم تطبيق النظرية على المثال قدامك، يعني عشان القارئ يقدر يعمل تطبيق عملي يعني. فالهدف ان المعرفة تبقى عملية وقابلة للتطبيق. طيب بصراحة يعني لو انا هقيم الكتاب، ولو ان شهادتي مجروحة شوية بس هحاول اعمل ده بشكل حيادي تماما، فاول حاجة كويسة او انا بحبها فيه انه بسيط وسهل القراءة. يعني اللغة بسيطة والأمثلة واضحة والكلام شارح نفسه، وده كان هدف أساسي بالنسبة لي من البداية. اللغة مش أكاديمية تقيلة، لكن في نفس الوقت مش سطحية ومش بسيطة قوي يعني. تاني نقطة أنا بحبها في الكتاب إنه مناسب لفئات مختلفة، يعني مش بس للديزاينرز والمصممين، لكن كمان لرواد الأعمال، لأصحاب المشاريع الصغيرة، هيكون برضو مفيد جدا بالنسبة لهم. وده برضو مذكور بوضوح إنه موجه للفئات دي تحديدا في مقدمة الكتاب. لكن عايزة أقول برضو نقطة، برضو بحياد وبموضوعية على قد ما أقدر، ان لو في حد ادفانسد قوي في البراندنج بيدور على كونتنت اكاديمي عميق جدا، ممكن يحس ان الكتاب بداية اكتر من كونه مرجع متقدم.
وده مش عيب، لكنه جزء من الهدف اصلا انه يكون مدخل واضح وسهل. كمان الكتاب بيعتمد بشكل كبير على التبسيط وبيسهل الفهم، لكن ممكن يخلي بعض المواضيع محتاجة توسع أكتر للقارئ اللي عايز يغوص بعمق، فتقدر تاخد البذرة بتاعة الموضوع اللي عجبك لو أنا مش متوسعة فيها زيادة، ويكون مدخل ليك في ريسيرش بتاعك. في النهاية أنا بعتبر الكتاب ده بداية بالنسبة لي مش نهاية، يعني حلم حقيقي فعلا كان نفسي أحققه من زمان. أتمنى من ربنا إنه يوفقني إني أقدر أخوض التجربة دي تاني قريب. هعتبره بداية لحاجة أكبر إن شاء الله، وبداية لنقاش مهم جدا في المجال بتاعنا. في الآخر عايزة أقولك لو حبيت تقرأ كتاب، أنا هسيب لك لينك الشراء بتاعه في الديسكريبشن بوكس في الفيديو هنا في يوتيوب. وحابة جدا أسمع رأيكم، سواء كنتوا قريتوا الكتاب أو لسه هتقروه، وأعرف انطباعكم عنه. وبرضو لو حد عنده أسئلة، سواء متردد انه يشتري الكتاب، ممكن يسيبها لي في الكومنتس واجاوب عليكم، او لو حد اشترى الكتاب وعنده اي نقطة نقاش حابب يفتحها معايا، هكون مرحبة جدا. في نهاية كل حلقة هستنى رأيك، تعليقك وسؤالك اللي ممكن يكون موضوع حلقة جاية، لأن بريف مفتوح مش حوار من طرف واحد، ده بداية مجتمع نفسي كان يتوجد من زمان. شكرا انك وصلت لحد هنا، واستناني الأسبوع الجاي. سلام مؤقت.